أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله فسأل رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجتمع في يوم طيب وفي شهر طيب، في يوم الجمعة في شهر ذي القعدة، وهو شهر من أشهر الله تعالى وشهر من أشهر الحج، كما قال سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله. أحباب رسول الله، كعادة كل يوم جمعة لحظات ودقيقات نسأل الله عز وجل أن تكون في تعداد حسناتنا. نحاول أن نتدبر آية من كتاب ربنا. سبحان الذي قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وسبحان الذي قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا القرآن الذي أخبرنا الله عز وجل فيه أنه غذاء الأرواح وأنه حياة الأرواح والنفوس، كما قال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذا القرآن الذي هو منهاج حياة ودستور حياة، هذا القرآن الذي قال فيه النبي: من أخذ به هدي إلى صراط مستقيم. هذا القرآن الذي ما فتئت الجن حين سمعته إلا أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا. هذا القرآن أحباب رسول الله الذي أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن فيه نبأ من كان خبر من كان قبلنا ونبأ من سيأتي بعدنا، من أخذ به هدي إلى صراط مستقيم. هذا القرآن الذي به تطمئن القلوب وتطمئن النفوس وتنشرح القلوب. هذا القرآن أحباب رسول الله يكفي أنه كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أحباب رسول الله، في تأملات في آية نحاول إن شاء الله تعالى أن نعيش أو نتعايش مع آية من كتاب ربنا سبحانه وتعالى من سورة الأعراف. قول الله عز وجل وهو يخبرنا عن قصة آدم مع إبليس عليه لعائن الله المتتالية إلى يوم الدين. صراع قديم قدم هذا الإنسان وبداية هذا الإنسان وهو آدم عليه السلام. قصة آدم في القرآن الكريم، نحن لا نتكلم اليوم عن قصص الأنبياء، ولكن نحتاج آية من قصة آدم. آدم عليه السلام ذكرت قصته في القرآن الكريم 15 مرة. لما الله عز وجل يكرر قصة 15 مرة في القرآن الكريم، قصة نبي وقصة أبو البشر وقصة بداية الخلق، خلق هذا الإنسان، وقصة صراع الإنسان مع الشيطان عليه اللعين ومع الشيطان عليه لعائن الله المتتالية، بمعنى حكمة بليغة لا يتذكرها ولا يعرفها ولا يفهمها إلا أولي الأبصار وأولي النهى وأولي العقول وأولي الأفهام. الشاهد في القصة أحباب رسول الله عز وجل لما أمر الملائكة وأمر إبليس أن يسجد لآدم، إبليس لم يسجد، سجدت الملائكة ولم يسجد إبليس عليه لعائن الله. لما سئل إبليس عليه لعائن الله عن سبب عدم سجوده، قال إبليس: قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ الرحمن والملك والقدوس والخالق والواجد يسأل إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ والله أعلم سبحانه، أعلم بجواب إبليس وأعلم بجواب خلقه. ولهذا قلنا القاعدة: الله يعلم ما كان وما يكون وما قد يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون، سبحانه جل جلاله. الله يسأل إبليس وهو أعلم بجوابه وهو أعلم بحاله، سبحانه لا تخفى عليه خافية. قال
أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. أول معصية في الوجود على إبليس، قال أنا خير منه. قال العلماء، قالوا إبليس أول من استخدم العقل وأول من استخدم المنطق. إبليس في هذه اللحظة استخدم عقله، استخدم العقل. احنا عندنا المكلف والمكلف، وعندنا النصوص الشرعية. إبليس استعمل عقله في النص الشرعي اللي هو الأمر الإلهي، استخدم عقله. لما استخدم عقله بعقله وش قال إبليس عليه لعنة الله؟ قال النار خير من الطين. النار خير من الطين. طيب بمعنى أنا خير من آدم. إذا كانت النار، ولهذا قلنا العلماء قالوا أول من استخدم العقل ضد النص الشرعي هو إبليس. قال النار خير من الطين. إذن بالمفهوم آخر، إذن أنا خير من آدم، إذن على نسجد له. من المفروض أنه يسجد لي. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، لأن منطقه وعقله وفهمه خبروا باللي يودي العقل باللي النار خير من الطين، بمعنى ما كاش كيف النار تسجد للطين، بمعنى قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ولهذا قالوا العلماء، قالوا العقل وحده لا يستحسن ولا يستقبح. ما تقدرش تعرف الحسن والقبيح بعقلك مجرد. نعطيه بالمثال يتضح المقال. نجيب واحد غربي من أوروبا داير خاتم تاع ذهب. لما نمشيو بالعقل في خاتم تاع ذهب، لما نمشيو بالعقل، العقل يقول لك باللي عادي، باللي نورمال، باللي هذا حاجة عادية وداير خاتم، ما يهمش تاع داير تاع حديد تاع ذهب تاع نحاس تاع فضة، ما عنده ما يهمش، المهم خاتم يزين يده به فقط. حبس هنا نقطة إلى السطر بالعقل. احنا عندنا العقل وعندنا النص الشرعي. بالعقل عادي خاتم. لما نجيبوا النص الشرعي وش يقول لنا النص الشرعي؟ يقولنا باللي حرام. إذن شكون اللي يتحكم في العقل؟ النص الشرعي هو يتحكم في العقل. ولهذا القاعدة اللي قاعدوها العلماء قالوا النص الشرعي إمام والعقل مأموم. شكون اللي واش تتبعوا الإمام ولا الإمام يتبع المأموم؟ واش عارفين؟ تبعوا الإمام، بمعنى إذا تهودوا، إذا تطلعوا، إذا تسجدوا، إذا تقصروا معاه، إذا طولوا معاه، بمعنى تتحركون، بمعنى كل حركاتكم وفق الإمام. الإمام هو النص الشرعي، هي النصوص الشرعية اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أقوال العلماء. هذه النصوص الشرعية أو النص الشرعي من كتاب وسنة، هذا هو الإمام. العقل هو المأموم، بمعنى العقل يتبع الإمام. ولهذا حتى لا نقع فيما وقع فيه إبليس عليه لعائن الله، أنه بمعنى عطل النص الشرعي. اسجد، ربي قال له اسجد، هذا نص شرعي. اسجد نص شرعي، كما قال ربي صلوا نص شرعي، كما قال ربي أعطينا مثال على الذهب نص شرعي. لما تحذف النص الشرعي يولي نورمال. المرأة ولا البنت تلبس سروال تطلق شعرها، بمعنى عادي. في أوروبا والدول الغربية عندهم عادي. احنا عندنا نص شرعي. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. عندنا نص شرعي. إذا النص الشرعي هو اللي يضبطنا، هو الإمام، هو الذي يضبطه، هو اللي يضبط كيف نلبسه، ذكرا كان أو أنثى. النص الشرعي هو اللي يضبطنا. ولهذا إبليس لما قدم عقله على النص الشرعي اللي هو ربي قال له اسجد،
هذا نص شرعي. شو الملائكة لما ما حكمتش العقل، لما جعلت النص الشرعي اسجدوا لآدم فسجدوا، أي الملائكة إلا إبليس. علاه؟ قال أنا خير منه، خدم عقله، بمعنى أن خير من الطين وأفضل من الطين وأرفع من الطين وأجمل من الطين. بمعنى يقتضي مفهوم المخالفة، يقتضي الحال أن بمعنى أنا أفضل من آدم، من المفروض أن آدم يسجد لي، الملك ما كاش كيف نسجد له. هذه معادلة لا تصح. بمعنى وش هو؟ عصى أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولهذا أحباب رسول الله الفرق بيننا وبين جيل الصحابة، الفرق بيننا وبين جيل الصحابة أنه هذا جيل الصحابة كانوا يطبقون ونحن لا نطبق. نحن نعيش في زمان نتفلسف. عند الإمام أحمد بن حنبل يقولوا إذا ورد الأثر بطل النظر. كي تسمع الأثر قال رسول الله قال تعالى قضي الأمر، تقش تفلسف الحمار فما تجوعا، ما تفلسفش يا ودي بصح منا فيها قولان، يا ودي بصح وكذا ودي حوس، قضي الأمر. قالوا سمعنا. هذا وجه الصحابة لما نزلت الآية ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، بمعنى الشيء اللي تهضروا في نفسك ربي، نص الآية الشيء اللي تهضروا في نفسك ربي حاسبك عليه، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. أمر صعيب. الصحابة جاوا يجيو للنبي وعلى رأسهم سيدنا عمر بن الخطاب، قالوا يا رسول الله الأمر عسير علينا، إن كان الله يحاسبنا بما تحدث به أنفسنا، شكون اللي ينجو من حديث النفس وحديث الخاطر وحديث الصدر؟ من هذا الذي ينجو؟ شوف النبي وش وجههم، ما تعترش. قالهم قولوا سمعنا وأطعنا، قل سمعنا وأطعنا. لما قالوا سمعنا وأطعنا جاء التخفيف والتيسير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والآية التي بعدها أواخر البقرة. ولهذا أحباب رسول الله الفرق بيننا وبين جيل الصحابة أنهم كانوا يطبقون مباشرة، يطبقون من غير تردد، ما يترددش، يطبقون من غير تفكير، يطبقون بمعنى استسلاما واستجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول مباشرة. ولهذا سيدنا سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه لما كان يصلي وعيط له النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا سعيد تعال. سيدنا سعيد رضي الله تعالى عنه قال لربما لم يرني رسول الله أني أصلي، بالك رسول الله كعيطني ما شافنيش باللي راني مكبرني أنا دخلت في الصلاة بالإحرام، بالك ما شافنيش باللي راني نصلي. سيدنا سعيد واش دار؟ رفع صوته، رفع صوته باش يقول بالك النبي ماهوش عارف باللي راني نصلي، يعني بالوني واقف برك باش النبي يعرف باللي راني نصلي. فت صوته باب بالقراءة. زاد النبي قال له يا سعيد تعال. قال لربما لم يسمعني، بالك وقيلت ما نزلنا في شويه صوتي بالك ما سمعنيش، بالك ما سمعنيش النبي عليه الصلاه والسلام. زاد في صوته شويه، زاد النبي قال له يا سعيد تعال. هو يصلي صلاه احنا ربي عيطنا ما نكونش في الصلاه، يكون قاعد في القهوه، يكون قاعد في الدار، يكون راقد، يكون في المخده. كيف تقولوا الصلاه خير من النوم، وين يكون في المخده، كون ملوي في الكوفرطة ما يجيش. شوف النبي قال له يا سعيد تعال. في المرة الثالثة زاد في صوته يقول سيدنا سعيد يقول فعجلته، غصبت في الصلاة، غصب في الصلاة. سيدنا سعيد غصب في الصلاة باش يروح للنبي. طيب احنا علاه ما غصبوا في الصلاة؟ علاه؟ باش اللي كيديو ربي، هذا واقع، قلتها لكم مرة، باش اللي كيديو ربي تلقاه يغسل في الصلاة تبدا يسكيفي ويخرج، سبحان الله ما يقولهاش، اللهم أعني على ذكرك وشكرك ما يقولهاش، اللهم أنت السلام. كاين اليهودي يسلم، أنا مرات يسلم من جندون نلقاه عند صباطو، يلبس يصباطو، هذا وأنت سلم، لو كان سلم عند الصباط ماشي هكذاك. سبحان الله العظيم، يهودي من جندون نلقاه يلبس الصباط، نلقى ديجا ناس كانوا ديجا خارج، هذا كيف سلم، شيء عجيب. ولهذا شوف سيدنا سعيد تعجل بصلاته باش يجي للنبي رسول الله يدعوه، ويجي يجري ويوقف ويقول له لبيك رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف النبي وش يقول سيدنا سعيد، قال له ألم أدعوك يا سعيد، مش عيط لك،
قال له يا رسول الله كنت نصلي. شو الشيء يقول النبي؟ قال له يا سعيد أما سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ سمعت هذه الآية؟ تقطع وتجي. شوفوا واقع الفرق بيننا وبينهم، ولهذا كانت عندهم السرعة في التنفيذ. السرعة في التنفيذ. احنا في القانون في قانون الجنايات ولا قانون الأسرة ولا قانون الإداري ولا قوانين بصفة عامة. في القوانين كاين واحد القوانين بمعنى لا يجوز الطعن فيها ولا تتعرض للطعن، بمعنى الأحكام تاع المحكمة العليا ما تطعنش فيها، الأحكام تاع المحكمة الدستورية ما تطعنش فيها، الحكم النهائي ما تطعنش فيه، بمعنى تابليكي وتطبق وتسكت وما تهدرش كاع يدينا. هذا قانون بشر لما يصدر حكما ويصدر امرا بمعنى ليس لك الحق ان تعترض، وليس لك الحق ان تطعن، وليس لك الحق انه ما تطبق اما طواعية او بالقوة العمومية، بقوة السلطان، بالقوة العمومية كما تحب، تطبق هكذا. هذه قوانين بشر. طيب قوانين رب البشر كيفاه علاقتنا مع التنفيذ؟ قوانين الإلهية، القوانين الربانية، القوانين العلوية، القوانين الإلهية، علاقتنا كيف أحباب رسول الله؟ ولهذا القاعدة عند الفقهاء إذا عرفت الآمر، وهذا هو المشكل تاعنا، إذا عرفت الآمر حنايا يقول له يا ودي، يقول له والله الحكم النهائي المحكمة العليا، ما كاش، ما تقداش يا ودي نديرو محامي باطوني، ما كاش كيفاه نديرو 10، ما كاش كيفاه يا ودي نخلصوا، ما كاش كيفاه نهائي، حكم نهائي تاع المحكمة العليا ما كاش كيفاه تطعن فيها كاع يدينا. قضي الأمر تعلق روحك، ما كاش كيفاه. جاء أمر إلهي قال تعالى، قال رسول الله، نهى رسول الله، يقول له بصح فيها قولان، فيها كاين اللي يقولوا جوزوها وكاين اللي ما يجوزوهاش. تجده يتفلسف، تلقاه يبدا يعلق وشوف باللي هذا تشدد وهذا تنطع وهذا وهذا وهذا. ولهذا إذا عرفت الآمر سهلت عندك الأوامر. وهذا الفرق بيننا وبين جيل الصحابة، أنهم لما عرفوا أن الآمر الله وأن الآمر رسول الله عليه الصلاة والسلام طبقوا القوانين وجاتهم سهلة. نخدم بهذه القصة. سيدنا عمر تحريم الخمر حرم على 4 مراحل، تحريم الخمر حرم على 4 مراحل. سيدنا عمر يقول اللهم أنزل لنا في الخمر قولا شافيا. شوف، وتجي آية تحريم الخمر، تجي آية تحريم الخمر. الصحابة لما جاءت آية تحريم الخمر قيل أنهم كانوا يشربون وعلى أصلهم عمر. شوف سبحان الله العظيم أحباب رسول الله، لما جاء الرجل إلى عمر وقرأ له الآية قال له يا عمر لقد حرم الخمر وأنزل في الخمر قولا شافيا، وقرأ له الآية إنما الخمر والميسر إلى قوله تعالى فهل أنتم منتهون. ما قالوش يا ودي نكملوا هذه الكوبة، نكملوا هذه الجغمة، نكملوا هذه الشوية، نكملوا هذه القعدة، نكملوا هذه القصرة. اسمع، شوف انت ما شفنا وحنا ما شفناك، انت ما قلت لنا وحنا ما سمعنا، نديروا حكم ما سمعتش، ضرب لنا حط في الضوء وديروا حكم ما سمعت ابدا. سيدنا عمر مباشرة والصحابة مباشرة قالوا انتهينا يا رب، انتهينا. شوف السرعة في الاستجابة، انتهينا يا رب. الأعجب كيف كانوا يابليكيو، كيف كانوا يطبقوا. النهي جاء عن الشرب بمعنى من ذكر من بعد ما زيد الشرب خلاص، بمعنى ابتداء من الآن. الصحابة اللي كانوا في كرشهم خرجوه، جبدوا اللي كانوا في كروشهم. الصحابة أكرمكم الله صاروا يشربون الماء ويتقيؤون باش يخرجوا اللي شربوه قبل الآية، قبل النص الشرعي، قبل الحكم الشرعي والنهي الشرعي. صاروا يشربون الماء ويتقيؤون باش يخرجوا اللي كان داخل كروشهم يخرجوه. شيء عجيب. ولهذا أحباب رسول الله أول من رد النص الشرعي قلنا هو إبليس، قال أنا خير منه، بقى له اسجد، خدم عقله، بدا يمشي بعقله في النص الشرعي، حكم العقل في النص الشرعي، فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذه هي مصيبة الأمة الآن، هذه المصيبة تاع الأمة، أنه ولينا ما نطبقوش الشرع. بمعنى لما الإنسان يخدم عقله مقابل نص إلهي
المسلمون نص رباني سبحانه جل جلاله. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والزنا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. إن أصبت فمن الله وحده وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. وفي المساء إن شاء الله تعالى.